السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك خالد النجار من القاهرة. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة في بقى بارقة أمل في اللغة الألمانية. ليه بقى؟ لأن أنا النهاردة هحط إيدي على أول خطوة هتحسن من اللغة بتاعتي ومن التحدث كمان. إيه هي بقى؟ شوقتني يا خالد والله. يدستو يعني إيه يدستو؟ أنا عايز أقول بقى بالعربي. يعني كل ما بنام اكتر، كل ما بتخن اكتر، كل ما بذاكر اكتر، كل ما ايه ما بنجح اكتر، كل ما الشقة بتبقى اكبر، كل ما بتحتاج اساس اكتر. يبقى انا دلوقتي حاجة اسمها فيرجلايش سيتس، او العلاقة يعني الطردية. كل ما كبرت كل ما ايه ما زادت، كل ما شربت اكتر، كل ما ايه ما تخنت اكتر، كل ما اكلت اكتر، كل ما كذا. يعني كل ما زاد، كل ما ايه ما زاد، او كل ما قد. طيب بقولها ازاي بالالماني؟ انا عندي في قاعدة اسمها يدستو. اسمها ايه؟ يدستو. اول حاجة تعرفها عن يدستو، طبعا في ناس كتير جدا سمعت القاعدة دي ومش عارفاها رغم اهميتها القصوى. بكون يه ديستو ازاي، او جملة يه ديستو. اول حاجة بعد يه بتحط مير. بعد يه بتحط مير. طب يعني ايه مير؟ يعني الصفة في الكومباراتيف. طب يعني ايه الصفة في الكومباراتيف؟ اللي هي احسن، اقل، اسرع، اكتر، اكبر، اغلى، ارخص، وهكذا. وفي نفس برضو الايه الحكايه، او في نفس الحاله انا بجيب كومبراتيف بعد ديستو على طول. يعني يه مية ديستو بيسر، يه مية ديستو بيسر. يبقى دلوقتي اللي بيجي بعد يه كومبراتيف، الصفه في الكومبراتيف اللي هي صيغة التفضيل، اللي هو أحسن من، أفضل من، أقل من. طيب يا خالد، الله جميلة أوي القاعدة دي يا خالد، إيه الحلاوة دي؟ مش هتفهموها إلا معايا، خلي بالكوا، عشان إيه أنا أعملها بنظام حلو أوي كده. إيه هي بقى؟ يجي بعدها الكومبراتيف، وبعد ديستو يجي الصفة في الكومبراتيف. تمام. طيب يعني ايه يا خالد الكومبراتيف؟ اللي هي صيغة افعل الايه التفضيل. يعني تدور كده على الدروس الاولانية وتشوف ايه حكاية الكومبراتيف والسوبر لطيف والكلام الجميل ده. طيب يبقى يمير معناها يمير. يمير يعني كل ما كان اكتر، ديستو بيسر كل ما كان ايه احسن. نجيب بايشبيل. يعني ايه بايشبيل؟ مثال: Je mehr du lernst, desto besser sprichst du Deutsch. يعني كل ما تذاكر اكتر، كل ما كان كل ما تتحدث بشكل ايه احسن. شفتوا؟ اهي mehr وبعد كده بسر، يه وبعد كده بسر. طيب مين اللي خلاني اعمل كده؟ يه ديستو، ايه وراها كومبراتيف، وبعد ديستو كومبراتيف. هنشوف دلوقتي الطريقة ازاي الجميلة بتاعت الايه ديستو. طريقة قاعدة جميلة جدا على فكرة، من القواعد اللي انا بحبها جدا. يبقى بتأتي بعدها الكومبراتيف، وديستو يأتي بعدها الايه الكومبراتيف. يا بتوع البي اينس، يا بتوع البيت سواء، هيجيلك في الامتحان يجيب لك كده بعد ايه فراغ. تمام. وتختار، وبعد ديستو فراغ وتختار. هتحط الصفة في ايه بقى؟ في البوزيتيف ولا في الكومبراتيف؟ الله، دي طريقة جميلة جدا. حلوة يا خالد. قول لي مثال تاني. حاضر. Je mehr man arbeitet يعني كل ما الواحد بيشتغل اكتر، إيه اللي بيحصل؟ معقولة؟ ديستو müde wird er، كل ما بيتعب اكتر. صح. ايوه جدا صح. Je mehr man arbeitet desto müder wird er. كل ما الواحد بيشتغل اكتر كل ما بيتعب اكتر. ايه الحلويات دي؟ ايه البسبوسة دي؟ جميل جدا. طب ازاي بقى تكون جملة؟ ازاي تكون ذاتس باستعمال او باستخدام ده سهلة جدا جدا يا جماعة. انا مش هعمل الا حاجة واحدة بس. في الاول هتبقى صعبة، وبعد كده هتبقى جانس اينفاخ. اول حاجة يعني ديستو الجملة الاولانية هتيجي فيها زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهي. طيب، طب بتتكون ازاي الجملة الأولانية؟
وبعد كده الكومبراتيف وبعد كده الفيرب. طيب الجملة التانية ديستو وبعد كده كومبراتيف وبعد كده الايه الفيرب. تمام، فصل لي اكتر. حاضر. الجملة اللي فيها خلي بالك دي هتبقى نيبن زاتس. الله، قول لي كده عشان انا مش فاهم حاجة في القواعد دي خالص، وانا ما صدقت ما لقيتك. النيبن زاتس يعني الفعل في اخر الجملة ومصرف اهو اوعى تجيب حاجة هنا، اوعى تجيب حاجة هنا لان في كوما هتيجي بس. تمام، وبعد كده تبدأ بقى بايه؟ بديستو. يبقى الجملة خلي بالك الجملة الاولانية هتبدأ بالايه؟ وبعد كده كومباراتيف وبعد كده الايه الفيرب. خلي بالك عشان نشوف الامثلة دلوقتي. طب والجملة التي تبدأ بديستو تبقى هابتزاتس. يعني ايه هابتزاتس؟ يعني فعلها في المركز الثاني. فعلها فين؟ في المركز الايه الثاني. الله، دي اسلوب جميل جدا على فكرة بتاعت ديستو. عشان بعد كده بعد الفيديو ده اقول ده كل ما انا العب رياضة اكتر كل ما ما هبقى انحف اكتر او اكثر نحافة. كل ما هاكل اكتر كل ما هتخن اكتر وهكذا. طيب يبقى نيبن زاتس وهابت زاتس. خلاص، ممكن يعني تحط اي حاجة بعد الفعل هنا عادي خالص، لان هنا الفعل يحتل المركز الثاني، والجملة التي يحتل فعلها المركز الثاني تسمى هابتزاتس بايشبيل. على على يدستو. يدستو كل ما هيكون كذا، هيكون اكتر، هيكون اسرع. طيب شنيلر مان ابايتد. خلي بالكم المثال الجميل ده، شنيلر مان ابايتد، كل ما الواحد بيشتغل اسرع ايه اللي بيحصل؟ ديستو ميا ابايت شافت مان، كل ما بينجز اكتر، كل ما بتشتغل اسرع بتنجز اكتر. تمام. حكمة. فينيجا شليفست دو، فينيجا شليفست دو، كل ما بتنام اقل. فينيجر يعني اقل. طب الصفة الاصلية فينيش. فينيش. طب فينيجر اقل، طب فينيش قليل. فينيجر اقل، طب فينيش قليل. طب ينفع يا خالد احط فينيش هنا؟ لا، لان من قواعد او من قوانين يدستو ان ياتي بعدها الصفه في الكومبراتيف. تمام. طب الجمله التي تليها تبدأ بالفعل. ديستو فينيجا فريش. كل ما قل نومك كل ما قل فهمك. مير هونجا دو هاست، مير هونجا دو هاست، كل ما جعت اكتر ايه اللي هيحصل بقى؟ ديستو ما كوب شمارتسن هاست دو. كل ما هيجي لك صداع، كل ما كنت جائعا اكثر كل ما زاد صداعك. großer die Wohnung ist. خلي بالك großer die Wohnung ist، كل ما كانت الشقة كبيرة أكبر großer. desto mehr Möbel brauche ich. خلي بالكوا هنا يا جماعة الفعل في المركز الأخير، خلي بالكوا هنا الفعل في النص، وطالما الفعل في النص اديله 2 على طول. طيب كل ما الشقة كبرت كل ما احتاجت أو كل ما احتجت إلى مزيد من من الأساس. يبقى قواعد او قانون اللعبه هنا، اللعبه هنا بتقول لي يجي بعدها كومبراتيف وجمله فعلها هيبقى في اخر الجمله. طب الجمله التي تليها سهله او مفيش اسهل من كده. الجمله التي تليها هي تبدا بديستو وبعد كده الصف الكومبراتيف وبعد كده الفعل. زي كلما شرب كحول اكثر زاد سكره. يعني انت كل ما هو بيشرب كحول اكتر كل ما بيسكر اكتر. ماء الكحول ترينكت جت في الاخر. ديستو بترونكنا بترونكنر يعني يعني الصفة بتاعت رونكن دي مسكر. طيب الكومبراتيف بتاعها بزود لان الصفة الكومبراتيف بيضاف لها تمام، زي مور كده في الالماني وبيتر. الترمان ايست، كل ما الواحد بيكبر ديستو فينيجا كان مان بيقل مجهوده او بيقل قدرته. تمام. طيب لينجا مان اشتوديت، كل ما هتدرس اطول ديستو بيسا از داس جهالت. ديستو بيسا از داس. كلمة جهالت يا جماعة معناها مرتب. كلمة جهالت معناها المرتب. لينجا مان اشتوديت اهو الفعل في الاخر يعني نيبن زاتس. واعرف ازاي الجملة من نيبن زاتس؟ بعدها كوما، بعدها الله
ده انا عرفت حاجات جميلة جدا كمان في الشراي من هنا. desto besser ist das Gehalt. معنى ايه الجملة دي؟ كل ما درس المرأة اطول كل ما كان الراتب افضل. طيب ايه المثال الجميل ده؟ بيقول لي je mehr Sport man treibt. je mehr Sport man treibt. سبورت معناها رياضة. كل ما الواحد بيمارس رياضة اكتر كل ما، بص بقى، كل ما اصبحت اكثر نحافة. طيب شلانك يعني نحيف، طب شلانكر اكثر نحافة. عشان كده حطينا ايه؟ الكومبراتيف. يبقى دي الخلاصة والحلويات بتاعت يدستو. ودي فعلا قاعدة مسكرة شوية وحلوة شوية، لانها بتيجي دايما بتعبر عن الايه العلاقة اللي هي ايه الطردية او ايه عكسية. تمام. ما تنسوش يا جماعة تعملوا تعليقات وشير ولايك عشان ايه نوصل لعدد حلو من الايه من المشتركين وندعم القناة. كان معكم خالد النجار، وما تنسونيش من دعوة حلوة. دانكشون. bis zum nächsten Mal. Tschüss.